رزقنا الله سبحانه وتعالى عالما جليلا منذ أن سمعنا عنه، وهو في هذا السبيل العظيم في كل الميادين، محاضرات ودروس وندوات وزيارات، فهل اقتدينا به؟ وهذا الخطاب للشباب المسلم الذي لا يفتر عن حضور المحاضرات عندما تقام، ولكن هل اقتدينا به في جهده واجتهاده ومثابرته؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى علمناه وعلمه الآخرون، وعلمنا أسلافنا من قبل ممن رأيناهم وممن قرأنا عنهم أن التواضع هو سمة من أعظم الصفات الذين يتصفون بها. فأين شبابنا من التواضع؟ أين شبابنا من الذين يعرفون قدر أنفسهم فيقدرونها؟ بمجرد أن يحفظ الإنسان كلمة أو كلمتين أو أكثر من ذلك إذا به يشمخ بأنفه ولا يمكن أن يرى أحدا، وكما يقول القائل: ورب صغير دون قدر قدره يرى نفسه من طور سيناء أكبر. وفي بعض الأحيان يكرمون بمديح سماحته حفظه الله، عندما يأتي أحدهم فيخبره عن عمل قام به أو عن شيء فعله فيمدحه، قصده حفظه الله تعالى أن يرفع من قدره، أن يدعوه إلى الجد والاجتهاد والمثابرة والمواصلة، وإذا به يستخدم هذا المديح على العكس من ذلك ليخرج أمام الناس ويقول: أنا من أنا فقد أثنى علي سماحته، وباللهجة المحلية قوموا عن دربي. أخذنا الآن نأخذ الناس على الجاد في غير موضعها، وأصبح الغرور ملأ قلوبنا، حتى أنني سمعت أن بعض الطلبة يقول عن بعض الناس الذين يتردد عليهم، يقول: أعجب من الناس يعني لا يذهبون أو يعلمون هذا الشخص ولا يذهبون إليه، وإنما يذهبون إلى المفتي. سبحان الله. وكأن هذا الشخص الذي قيل ونحن نعلم من هو المفتي ومن الذي يرجع إليه في كل الأمور الشرعية وغيرها، يعني وصل الغرور بهذا الطالب إلى أن يثني، ونحن نعلم أن الذي يثني عليه هو مجرد من الطلبة الصغار أمام أو بين يدي سماحته. هناك أيضا من يأخذ الناس كما قلت على الجد في غير موضعه، طالبة من الطالبات أو داعية من الداعيات وجدت مسكينة بنية الحين بادية على الدرجة الاستقامة، وشافت عندها قرطاسة فيها مينو أو شيبس، قالت: يا ربي مو تاكلي؟ اسمح لي الشيخ. قال: تاكل بطاطس؟ قال: البطاطس حرام؟ لا إله إلا الله. قال: صبري شوي جوعانة بعد ما أكل شيء، مسكين طالع من السكن وما عنده. يا أخت منين جبتي؟ صبري شوي. ولذلك وضعنا الموضوع عند الشيخ عبد الله المعمري، كان زايرنا في الجامعة وخبرناه، فاستغرب وأخذ يردد قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم بالكذب هذا حل. يا أخي بمرة حرام، كلمتين وحرام. من ناحية أخرى بعض الشباب يعني ما شاء الله هيئة وحلو وطيب الأمور، ولكن سبحان الله دائما عابس. مرة شباب ومعهم أحد الأساتذة، فعملت كل وسائل عشان شوي يبتسموا ما طاعوا. قلت: ليش؟ قالوا: أنا هيبة العلم. قلت: يا ربي كيف هيبة العلم يا أخي؟ سماحة الشيخ أنا جلست معه مرات ومرات، وحيد كان موقف كان زايرنا رئيس تحرير صحيفة كويتية، وعلى قول يعني هذا الشخص على قول الشباب عاد مطاوع أخوز عني هن بخطف، يعني داس شفت تطويلي وكذا وإلى آخره وما في لحية، لكن الشيخ ما شاء الله عليه من بدينا ناكل، وأنا كل يوم أكل عندهم قاصر عني لقمة ويعازمه ويعطيته، وأنا جالسة تشوف الشيخ وتشوف هذاك واقف متفخذ وخلي ريل على ريل. أقول شوف التواضع، شوف كيف أن الناس يدخل. وأقول لكم يا سائقين، هذا ذكرت أكثر من موضع، سائقين يعني سيارات، مرة هكذا قالوا لي بأنفسهم، قالوا بأنفسهم بأننا نحن في هذا الموقف،
زرنا سماحة الشيخ كان جاي ضيف، وطبعا هم سائقين سيارات المراسم. فهؤلاء عندما دخل الضيف المجلس، الشيخ رجع لهم مرة أخرى. هم ساكين عادة يجلسوا ساكين خارج عند السيارات أو يجلسوا في غرفة هناك مساكين ما حد يسأل عنهم، خاصة إذا كان في اتيكيت والأمور تعرفونها يعني. فيقول كان الشيخ بنفسه قال تفضلوا يا أبناء تفضلوا داخل. يقول دخلنا وجلسنا في المجلس وتغدينا مع الضيوف، وهؤلاء يخبرون بعضهم البعض، وهم يعني في ذاك اليوم على قول في المثل العماني ما شالت لهم ثيابهم من الفرحة. يا إخوة احنا هنا عايشين، ما قضيتنا الحضور وما قضيتنا كيف نحن نقتدي بمشايخنا، كيف نحذو حذوهم، كيف نتعامل معهم، كيف نحترمهم، كيف نقتدي بهم، كيف نواصل المشوار الذين بدأوا به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الثواب وأن يمنحهم الصحة والعافية. مرة بعض الإخوة دخل أحد المجالس وقال 2 أو فيهم هيبة، سلم عليهم قالوا له عليكم السلام، ولا قالوا له كيف حالك. وكان في مجلس أحد المشايخ المعروفين في عمان. هذا الشيخ هو يعني من الشياب لكن ما مشهور كثير، الحين الشهر هي المشكلة، إذا مشهور تراك خوز عني زين. ولا معروف أستاذ وشيخ ومربي وداعي وإلى آخره، لكن ربما هم لا يعرفونه. فلما خرج الشيخ سلم عليه وعانقه ورحب به، وكان الشيخ سعيد بن مبروك القنوب في مجلسه يعني. هم يوم شافوا الشيخ سعيد القنوب يسلم على هذا الشيخ التفت عليه قالوا له كيف حالك الشيخ؟ هو عيب أول ما قلتوا لي كيف حالك الشيخ عاد تو لما دخل الشيخ سعيد القنوب وقال يعني كيفكم تنتظروا يا أبناء ويا بنات. يعني بعد هذه التوجيهات أنا ما أقول يعني ماذا سأقول بعد كلام الشيخ، وحتى أستحي. أنا عاد مرتبك من يومين لما قالوا لي بتقدم سماحة الشيخ، فؤادي يرقف من يومين زين، لأن هيبة العلم. فلذلك يا إخوة ويا أخوات ويا بنات ويا جميع من حضر بأننا نحن لابد، وأنا أقول لكم غيرنا يغبطنا. كثير من الشباب عندما يرون علماءهم لا يجدون فيهم القدوة، وما أحتاج أبين لكم الأمور، ولكن نحن ولله الحمد ما رأينا إلا القدوة. ولذلك المرة أقول سماحة الشيخ أقول له أنت هناك في المسجد جالسين نتقهوى بعد الدرس في مسجد الجامعة، أقول له ما شاء الله مجلسك كله علم، هناك في المسجد علم وهنا عند القهوة علم. طبعا بعض الناس عشان يستفيدوا هي غدا وهي ايش وهي سؤال. ولذلك بعض الشباب عادوا يبي يسأل المشايخ، يوم شاف الشيخ بادي ياكل قال للشيخ عندي سؤال، زين خلي الشيخ ياكل تو خلاص السؤال. فإذا أنا من قلبي طبعا دائما هذه الخواطر، فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وأدعو شبابنا وفتياتنا إلى أن يقتدوا بمشايخنا وعلمائنا. وأدعو سماحة الشيخ مرة أخرى تعليقا ولو بسيطا على كلمتي. ماذا عسى أن أقول؟ يعني أنزلتني في منزل لا أستحقها ورفعتني إلى شاو ما كنت أحلم أن أصل إليه أبدا. يعني هذا ما ينطبق علي أنا أبدا.